السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اسلام زايد، والنهارده هتكون معانا تجربة جديدة هتكون في العين السخنة. الرحلة اللي احنا هنتكلم عليها النهارده دي هتكون في قرية اللؤلؤة في العين السخنة. الرحلة كانت شاملة الانتقالات وشاملة دخول الشاطئ، وكان فيها الالعاب وفي حفلة الوان باذن الله كده هتبقى جامدة جدا هتعجب الناس كلها، وفي مفاجآت كتيرة جدا في الرحلة. احنا اتحركنا من القاهرة كان الساعة 7 7 ونص، ولسه واصلين دلوقتي على 9 9 ونص. لسه داخلين المكان دلوقتي. طبعا انا هوريكم المكان والمميزات اللي فيه، بجد كانت حاجه يعني باذن الله كده هتعجبكم جدا. وطبعا ما تنسوش تتابعوني العروض اللي انا بنزلها بالنسبه للرحلات، سواء كانت رحلات اليوم الواحد او رحلات داخل مصر. يلا بينا نشوف المكان ونشوف الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. تمام، احنا دلوقتي كده هنخش ونشوف المكان وايه المميزات الموجوده هنا في قريه اللؤلؤه. زي ما انتم شايفين، اول حاجه هنا على ايدينا الشمال هتلاقي هنا المسجد هنا موجود هنا بالنسبه للقريه. تمام. بعد كده طبعا في معلومه حابب اكدها على الناس بالنسبه للشاليهات. المكان هنا فيه شاليهات بتتاجر بالايام العاديه. الليله بتكون عامله تقريبا 600 جنيه خلال ايام الاسبوع، ويوم الجمعه بيكون 700 اللي هو الخميس والجمعه. تمام. زي ما انتم شايفين على ايديكم هنا اليمين، زي ما انتم شايفين دي الالعاب الموجوده هنا بالنسبه للمكان. زي ما انتم شايفين هنا. تمام. طبعا في تشاش على البحر نفسها، بالاضافه طبعا للاماكن اللي هي بتاعت تغيير الملابس، علشان برضو الواحد يكون عارف كافه الاجراءات او الحاجات المطلوبه بالنسبه للمكان نفسه. زي ما انتم شايفين مغادره الشاطئ بيكون الساعه 5. اللي هناك دي الحاجات اللي هناك دي اللي هي الحمامات دي، سواء كانت بالنسبه للشباب او البنات. في طبعا هنا في مطاعم وفي وجبات موجوده لو حد حابب، يعني هو كده كده مسموح دخول الاكل، بس ما عدا طبعا مواني المعدنيه، غير كده متاح. بعد كده احنا دلوقتي هنخش بقى نشوف المكان عامل ازاي. هو بصراحه المكان بصراحه جميل جدا زي ما انتم شايفين. وادي نظر هنا للالعاب تاني. طبعا الحاجات دي بتكون مجانا، الالعاب بتكون مجانا مفيش اي مشكله فيها. ادي الشاشه اهي علشان لو حد حابب ياخد شاور بعد البحر على طول. ادي الحمامات اللي قلت لكم عليها، دي الحمامات اللي هي خاصه بتغيير الملابس. احنا زي ما انتم شايفين كده قاعدين. ادي الشاشه اللي قلت لكم عليها. كله جديد زي ما انتم شايفين، وشاطئ رملي. طبعا دي ميزه حلوه جدا في السخنه. وادي نظره عامه بالنسبه للمكان كله بالنسبه للشاطئ. قرية اللؤلؤة في العين السخنة، بجد كانت رحلة جميلة جدا، وكنت أتمنى الناس كلها تكون موجودة معايا، بس بإذن الله كده نعوضها في رحلة تانية. زي ما انتم شايفين المكان من أجمل الشواطئ الموجودة هنا في العين السخنة. زي ما انتم شايفين الدنيا بصراحة كانت جميلة، وفي ميزة حلوة جدا بالنسبة للمكان. الأسعار هنا بصراحة قليلة جدا، يعني سواء المية وحاجات غير طبعا الوجبات، بصراحة أسعارها كويسة جدا جدا. ودي ميزة ممكن واحد مثلا لو دفع مثلا مصاريف غاليه في الرحله، بالتالي دي هتكون حاجه مهمه جدا وتفرق معاه. فاتمنى باذن الله ان شاء الله كده تشرفوني في رحلات كتير مع اسلام زايد، واتمنى ان انتم تتابعوني على الجروب وصفحه اسلام زايد. ولو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. شكرا جدا ليكم كلكم.